وأرجو ألا نرد. تلقى 100,000 دولار من المخابرات السودانية نظير تنفيذ 10 عمليات في مصر. هذه الشبهة مردود عليها بالتفصيل في كتاب شبهات وردود للشيخ أبو عمر النفيعي، ويمكن أن يرجع لها. ملخص هذا الشيء: هناك فرق ما بين العمالة والتحالف. المخابرات السودانية بتعليمات من هذا الشخص أرسل أناسا للتعامل مع الحكومة السودانية حتى تعطي دعم للمجاهدين. يجوز أن تأخذ أموال الكفار لتقاتل بها الكفار. رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط على اليهود في المدينة أن يعريه السلاح، وأخذ من كفار قريش عندما كان ذهب إلى غزوة حنين دروعا وأسلحة، واشترط على نصارى نجران أن يمدوا جيش المسلمين في حالة الحرب بأسلحة ودروع. فهذا فعل جائز شرعا، وقد فعله هذا الشخص الذي يعيبه، وأرسل عندما كان أميرا للجماعة أرسل أناسا للسودان حتى يأخذوا هذه المساعدات. هناك فرق ما بين العمالة والتحالف. المخابرات السودانية ما كانت تملك قرار أن تعلم ما هي العمليات التي تقوم بها جماعة الجهاد ولا أين ولا متى.